كثير الواجهوا الموت بشجاعة وذكرى حراسين عروض جنياتنا زاد ليه بكرة ياد من خلدولنا شموخ وسمحين ذكرى نم فوقن كثير دام بيستحقوا الشكرة البشرى يا الليلة من نم فوقن والله يا الشكرة حقتهم. اي والله والله يستاهلوها يا اخوانا. كان خلينا نحييهم في الصياعة نحيي المغتربين يعني. لكن في جانب ثاني خلينا نتطرق ديل اخوات مهيرة البالعفاف عجنوهن ضربا اروع امثال للجبال جابوهن مي حشمة خياما بالخيانة ملوهن حشمة طبيعة ونهرة الربوهن. يا سلام. نضال دي الحشمة اللي مفتش لها يعني. يا سلام. يعني ما ضروري تكون لابسة الخيمة يعني ممكن تكون لابسة خيمة لكن التفاصيل الجوا ما ياها المطلوبة يعني. القلب بالضبط كده. لكن هذه اللي بتكلم لك عنها أنا يعني حشمتها ياهو توبة ده ونهرة الربوها يعني دول طالعة من بيت خدت في بالي إنه عندها وليان وراها رجال. بالضبط. البشرى سمحات بسترا حال رجال برا ما هانا وليهن ولا طعن بالمرة الما نبزوهن بالمروق والفرة كم صبرا عليه القاسيات ولكن مرة كم صبرا على القاسيات ولكن مرة. يا سلام. البشرى فيه والله زي ديل كتار بسم الله يعني تلقاهن على الفي والما في صابرات. وعلى فكرة العدم في الغربة حار جدا وكثير يعني. انت هنا ممكن الوحدة ساكنة وسط بنات عمها ساكنة مع اهلها إما لقت تاكل تشحد وإما لقت تمرق بجنيات عليه بيت أبوها. لكن هناك لا في بيت أبوك ولا في بنت عمك ولا في بس يا هتلوك الصبر وتقول. بالنسبة بتواجههم مشاكل يعني أنا ما كنت عارفها صراحة كلموني بعد في وقت قريب إنه الزول يكون مثلا شغال في شركة وجاب أسرته كلها من 20 سنة كل مرتباته بتكون ما فايت العيشة يعني لكن عايشين في ترف يعني. بعد ذاك فجأة كده يقوموا يفصلوه من العمل. تبقى الرجعة للسودان هنا قاسية جدا لأنه زول عنده أسرة كبيرة ما يقدر يبني بيت ما يقدر يأجر حتى ما يقدر يشتغل هنا في الوطن فبقوم بيكون قاعد هناك وبداقش مداقش تنهينا يعني. فإن شاء ربنا عاد يوفقهم زي ما بقول. نضال نحن ناضمنا كثير الليلة والناس منتظرة ود عباس ومنتظرة ناس أميرة. خلنا نديهم بود عباس نديهم عماد والتصديق ود عباس شوية نجم ساك هو له هنا نقريش له انت نقريش له. تعال يا صاحبي احكي لك حساسي واقول سبابي الغمت ما بين القصر والطول مهرة تنقلب غرة وثلاث حجول عالي لبابها وديس فوق رداء فيجول وفيك فداجة بالرين فيك ضمرت فيك طعما بشرق العاشق وفيك حنجرته فيك لهجا مثل بكر البنون سمرته وفيك لون البواج التبري فيه مجمرته وفيك فداع وفيك فدال وفيك بس من مثل فجاج سحاب بالليل فيك لون اللتيب الجف منه سيل وفيك هضلي ابن عاما فزه منه الخيل البارح صبيبا ادرى زملور عود وذكرني قلبي نوح طول الزمان مفروض الخلى النفس درب المعيشة حوده انسى الليل وطرب المومزة والعود. عماد ود الصديق ود عباس ليك ألف شكر. التحية لكل من غذى ذاكرة الشعر والدوبيت. التحية لعمنا الصديق ود عباس لأسرته والتحية لأسرة حسن التوم والتحية لود الفكي حمد الكبير كلهم إن شاء الله يا ربي ربنا يجزيهم خير على الحاجة اللي خلوها لنا دي. والبشرى سوي تنمك. أنا طبعا لسه ما زلت في أخوات نسيبة ولا مهيرة أخوات نضالها
خواتنا طال معوضنا الله. قال ما نسيت تراث وطبخنا الممحوق، تعوز كسرتها في 7 طوابق فوق. يا سلام. ما انتكنا عيال الحشوة ومطاعم السوق عندها هويكة، وايضا مسحة الطايوب. يا سلام. نضال أي سودانية في كل بقاع الأرض بتلقى عندها الحاجات دي موجودة، يعني عرفتي الكسرة. وبعدين في حاجة في يعني يقول لك المطعم السوداني في أي دولة تمشي بتلقى المطعم السوداني حضور، يعني خلاص فيه الكسرة، فيه الويكة، فيه الشيء، فيه البامية المفروكة، فيه البامية المفروكة. جنك بامية بعرفوا ليه بعرفوا ليه اكتب نار ما بتموت بالتالبا للضيف، محل ما الموج هدر في الغربة بيبقى نقيف، الما قال ان اتضايقنا نقعد كيف، شايلات شان شرفهن بندقية وسيف، وشايلات شان شرفهن بندقية وسيف. ما في لسه شك. لما انا متواصل لا فيه. لا أصله والله الكلام ده مو داير شرح. جميل. أنا أديك اسمه شنو هو، بيقولوا له شنو، بيقولوا نوع تاني. شفت مهندسين خبرات علي انصاف، دويلات كتار قاما عليه أكتاف، شفت دكاترة بالدول المتينة طواف ليهم قيمة عند في العنابر شاف. يا سلام. نضال دول كثيرة أو دويلات كثيرة الآن بقت دول قامت عليها أكتاف السودانيين المهندسين، يعني من 30 سنة مثلا. أنا ما دار أقول ياتو دولة، لكن أي دولة قامت جديد لها 40 سنة 55 سنة 50 سنة السوداني عنده فيها بقى، عندهم فيها إسهامات. سمحة العاسة الكسرة وسمح سيد بيتا، سمحة الصاجة بالطايوق وبيسير والزيتا، الما بهبشك الندى من بقيت باريتا جد أولادها ما سمعوه قال يا ريتا، جد أولادها ما سمعوه قال يا ريتا. كيف يعني ما بنصر في شيء عشان نسيبه يقول ريتا إن كانت مرت ولدي كده. الأولاد ده نسيبة طبعا. يا سلام. يعني حيكون أبوها هو أبوها رباه، كيف ما عارف طبيعة. والله يمكن يكون أبوها. ما تلخبط الناس. الله يغيط نضال. والله بتتلخبط أنت وحدك. يعني ورثوا سيرة يا نضال ترجى جد الجد، فايح السمعة أطيب من بخور الند. شفت الأمنوهم والولا بتنعد، شفت الوقف السوق كله فوق الحد. يا سلام. السوق كله فوق الحد، والله ده أنا شفته بعيني. يعني الكلام ده في سوق الإحساء. التحية لكل سوداني شغال في سوق الإبل هناك. فهناك طبعا في كمية من الجنسيات. فأنا شفت لي سوداني والله يوقف السوق كله فوق الحد بعكاز، بس بعكاز. عرفتي يعني الأجانب ديل كمية من الأجانب هناك التفوا نظام شكله هي كانت، والسوداني براه كان مطرف، يعني كان طرف. فأنا خابره حكوا لي ساك في النهاية جيت لاحق الشغلانة، لقيت الزول ده مضاير الناس تب فوق حاجة اسمها بيقولوا الزربة، مضايرهم تب والله يزاربهم زربة. الله يعينه إن شاء الله. البشرة يمكن نحن الزمن مشى بينا شديد، وهي الحلقة صراحة سمحة وحارة، والكلام فوق سمح. يا بكرة نظامنا ما بنشبع فوقهم، لكن نحييهم تحية قدر ما يشبعوا. الليلة أنا دار أشكره لك، وبعدين الليلة ما قصرنا شو والله. أنا طيب كان خايف من يجيبوا لابتوب، بس جن اللابتوب ما بريده كله. أنا ما بعتبره ده تحريم، يعني يجيبوا لك لابتوب طبعا. أنضني خلني ودعهم. محتشمات حريمنا وزينة للسودان، ورافعات لنا راس بلدا ولا بنهان، غير حروم نقول لكافة البلدان يا تشايلة كاس العفة في النسوان، ويا تشايلة كاس العفة في النسوان. والله ما في البشرى يمكن يكون أنا دي آخر حاجة أقدر أقولها في الموضوع ده. هو ما آخر الكلام بالتأكيد، لكن آخر الزمن المتاح لنا في حلقة قهوتنا الليلة وفي فنجان قهوتنا الليلة. البشرى ذات القهوة بردت. أنا فتحت بيه بعايل لك أنت. والله أنا شربتها عصير ليه ما الله. بديتيها بعد؟ لكن الليلة الموضوع ما حار يعني، حار والله. براو بسخن القهوة. الجبن. المشاهدين الكرام حخلي لكم بشرى يقول آخر حاجة، وبعدين نشوف اللي عندنا شنو. تاني ما عندنا حاجة غير نودعهم الله. لكن أنا أذكر أنا كنت هناك، فبزهجتي ديك من الغربة جاتني كم رباعية كده، فخلنا نودعهم بيها. فبقول أسيتوها في بعد المكان العالية، ضادت الواسعة مسخت علي الحالية، أوهمتوني ببقجة شلتت بالي، أغريتوني بكروشا ملانة بزالية، الشككني في نفسي وأحار سؤالي، أنا يا الليلة ما شوف لي طرحة لالي، وما شفت القدل لا في احتويبه العالي واللي سكيرته إلا شوفه فوق بنقالي، ما تطرم وضيب لا حول شايل الحفة، سنتين في رجاك نايحة ودميعها الصفة، عدم الحنة سالة شقوق ونصها جفة، فرقها منك كاب كدار سجارة وسفة، أما العزبة حالا بالمحل ذاكرينه
وما تشوف هالفقر قبلك كثير خاد عنه. همين كترت نجود البيض ويوت ساقنه قعدنا وكنت نشوف الديك بنخجل منه وقعدنا وكنت نشوف الديك بنخجل منه. نحن مشاهد الكريم والله خجلنا وقت الإمام قال الحلقة انتهت، لكن ودعناكم الله والرسول ونتلاقى إن شاء الله في وقت أوسع إن شاء الله. المشاهدين الكرام، كنا وكنتوا وكان فنجان قهوة بطعم مختلف زي ما قلنا الرجالة والمروة والنخوة اللي بتشبه السودانيين في كافة البلدان. لما نتلاقى في فنجان قهوة تاني بإذن الله، قبل البخور نديكم بنات البجا ونقول لكم أبقوا عافية.